السلام عليكم. الهدف من قصة النهاردة بعد ما حضراتكم هتعرفوا تفاصيلها الكاملة والمفاجأة اللي فيها ان الرسالة توصل لكل بنت وكل ام. رسالة ايه ولا ايه الموضوع ده اللي حضراتكم هتعيشوه معانا على مدار الحلقة. عشان سريعا هاخد حضراتكم للمنطقة اللي دار فيها الاحداث، وهنقول اللي هي منطقة العمرانية في محافظة الجيزة. الموضوع هيبتدي من عند زينب اللي عندها 17 سنة. 17 سنة بس كان وراها حكاية بقالها سنة ونص، يعني قبل ما تتم 15 سنة ونص ابتدت حكايتها مع معاذ. زينب ومعاذ هما الاتنين طلبة في ثانوية عامة، واحنا في امتحانات الثانوية وفي الفترة اللي احنا عايشين فيها ديت كان في مفاجأة بالنسبة لوالد زينب اللي شايف بنته مش مهتمة بالامتحانات، بتعيط باستمرار، فحاول يطيب بخاطرها. قامت قايله له المفاجأة: يا بابا، مش اللي مضايقني الامتحانات بتاعت الثانوية، اللي مضايقني ان اغلى حاجة عندي اتاخدت مني. هنا الاب يتفاجئ، واي اب مكانه هيتفاجئ. لا، ده لسه الموضوع هيعلى اكتر من كده، عشان لما بنتك لا قدر الله تقول لك جملة زي دي مش هتقدر تسيطر على نفسك. لكن والد زينب ابتدى يسمع لها وقال لها: احكي لي كل حاجة. ابتدت تحكي له اللي هي اتعرفت على زميلها اللي معاها في الدروس، بقالهم سنة ونص عارفين بعض. العلاقة الغرامية الرومانسية اتطورت ما بينهم، كان محتاجين يعلوا اكتر من كده. كانوا بيروحوا السينمات، وجوه السينما ما بين احضان ومش مهم ايه، الاهم ان الموضوع ابتدى يتطور. فغلطة بتجيب غلطة اكبر منها، تنازل بيقدم سلسلة تنازلات. ابتدت تروح معاه الشقة بتاعته، ووالد معاذ هو راجل مقتدر صاحب محلات قطع غيار سيارات، فمعاهم فلوس وجايب شقة ابنه من دلوقتي وقافلها، وقال له: دي شقتك لما تخلص، عشان هتخلص دراستك وتطلع تشتغل معايا في المحلات. فالدنيا جميلة معاهم في الفلوس، فجايب شقة ابنه. فمعاذ ابتدى يقنع زينب اللي تيجي معاه الشقة عشان يفرجها على شقة حبنا. ما دي الشقة يا بت اللي احنا هنتجوز فيها. وهنا اقتنعت وصدقت، مع انها عارفة بعد ما هتروح الشقة ايه اللي هيحصل معاه. ما قالتش على الشقة، لا، قالت على الشقة وراحت واتبسطت. واول مرة كانوا مع بعض فيها اتخطفت بمعنى الكلمة. اصل اللي حصل زيها زي اللي بيكون ما بين المتجوزين، لكن قلقت على نفسها ولقيت اللي هي موضوع الغشاء مش عارفة هتعمل ايه. انا دلوقتي بنت بنوت ولا بقيت مدام؟ هو ابتدى يطمنها يقول لها: يا بت، حتى لو بقيتي مدام ده انت مراتي، ووريتك الشقة اللي هنتجوز فيها، قلقانة من ايه؟ وابتدى الموضوع يتكرر لدرجة ان هي اهملت دراستها وامتحاناتها ودنيتها، وصحيت من النوم على ان معاذ بيقول لها باي باي. طب اللي ما بينا والحب والشقة، شقة ايه؟ اللي عنده ماذا يلمها؟ ما كله كان بمزاجك وبإرادتك، ولو فكرتي تقولي لحد هتتجرسي والناس كلها هتتكلم عنك. بقولك ايه؟ انسيني انسيني، عشان لو افتكرتيني هزعلك بماضيكي. انتي اللي شايلة، الراجل ما بيغلطش. ده كان كلام معاذ. وفضلت البنت ما بين نفسها وامتحاناتها اللي بتدخل وما بتجاوبش، مش عارفة تعمل ايه. ما هو تركت دراستها ومهمتها وبقت مهمة زوجية مع زميلها. من هنا البنت فضلت في عياط باستمرار. الأب لاحظ عليها، الأب اللي بالمناسبة ما كانش يعرف حاجة عن بناته، عشان كان كل مهمته أو هدفه اللي يشتغل ويجيب فلوس للدروس بتاعت بنته، مجرد فلوس. أما الأم هي مشغولة ما بين إخواتها وحواراتهم وكمان خروجاتها. الأم في وادي، عشان هيتضح اللي الناتج ما بين الأب والأم. بنت زي زينب كانت النتيجة والنهاية بتاعتها فقدت أعز ما تملك، وحياتها تحولت لحاجة تانية. من هنا الأب قعد وقال: هعمل ايه؟ ما انا لو رحت الواحد بالشكل والأخلاق دي مش هيحل ولا أبوها يسأل. فحاول من بعيد لبعيد يقول لأهل معاذ: دلوقتي حصل 1 2 3 ما بين الولد والبنت، عايزين نحل، حتى لو هنكتب كتابهم عشان نلم الموضوع، وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعد الامتحانات. والد معاذ قال له: انت ليك عندي
15,000 جنيه تمن العملية، وانا كده جاي معاك سكة ومرضتش اقول لك 5,000 ولا 10,000 ولا الكلام ده، انت هتاخد ال15 بزيادة مرضية للبت عشان الموضوع يتلم. طبعا والد زينب حس ان والد معاذ عمل معاه الغلط بمعنى الكلمة، هو وبنته. من هنا لقى رجليه راح على اسم الشرطة وقعد مع رئيس المباحث وجاب بنته وحكوا كل حاجة. قال أكيد الشرطة عندها حل، وفعلا الحل كان عند رجال الشرطة اللي ما سكتوش بالرغم ان الموضوع بمزاجها. بس نفتكر حاجة مهمة، ان البنت تحت سن 18 وهنا القانون بيحميها. ومن هنا تم تحرير محضر باللي حصل، وزينب حكت على كل اللي كان بيعمله معاها، بداية من السينما لحد الشقة اللي فضلت تروحها على مدار سنة كاملة. من هنا تم تحرير المحضر زي ما قلت لحضراتكم، وراح للنيابة العامة اللي أمرت بسرعة ضبط وإحضار الولد اللي جه وقال قدام رجال الشرطة أيوة عملت. لا ده أنت ناصح، مش بس كده، عملت بمزاجها وبكيفها وكانت مبسوطة وبتقول لي كلام مش هينفع أقوله هنا يا بيه، كل حاجة بإرادتها. بس على فكرة هي بنت بنوت، أنا معرفش حاجة عن موضوع الغشاء ده. هنا الموضوع راح للنيابة العامة اللي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرض زينب على الطب الشرعي. اللي جه التقرير بتاعها مفاجأة ان البنت لسه فعلا محتفظة بغشاء بقارتها المطاطي، وعشان هو مطاطي العلاقة كانت ما بينها وما بين الولد لمدة 1.5 سنة كاملة. بلاش كلام اكتر من كده، ان حصل علاقة ما بينها وما بين الشاب لمدة 1 سنة، او الطب الشرعي مش قادر يحدد المدة، لكن العلاقة مستمرة، لكن غشائها لسه موجود. ده اللي حصل ما بين زينب وما بين معاذ. الاتنين سابوا امتحانات الثانوية العامة، واحد محبوس والتانية خلاص السنة ضاعت عليها او سنين عمرها ضاعت عليها. عشان يهمني في النهاية لو انت بنت في المرحلة ديت او انت ام او انت اب، خدوا بالكم عشان الجيل ده معدوم التربية ومعدوم الاخلاق والمتابعة اللي هي بتقود الاتنين دول. يعني ممكن تكون بنتك متربية لكن اخلاقها ضعيفة شوية، مع متابعتك ربنا يحفظها لك. ممكن تكون مش متربية لكن متابعتك ليها هتخليها ما تتمداش في الغلط بتاعها. ممكن حاجات كتير قوي، 1000 سؤال هيدور في ذهننا، بس حابب اقول لحضراتكم في النهاية ان بركة ربنا على عيالنا بتفرق، فراضوا ربنا عشان يراضيكم في حياتكم وفي عيالكم. ربنا يحفظكم ويحفظنا وما نشوفش قصص زي دي، عشان الهدف والمغزى منها ان ولادنا ياخدوا بالهم او احنا ناخد بالنا من ولادنا، عشان ما نشوفش قصة زي دي لا قدر الله في أقرب حد لينا. كنت معاكم يونس محمد، أشوفكم على ألف خير، كل سنة وانتم طيبين، سلام عليكم.